السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم وازاي صحتكم؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسعادة وحفظ من الرحمن. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه كلكم؟ انا جيت النهاردة بصراحة اشارككم الفيديو اللي انا شفته، اكيد كلكم شفتوه. فيديو الست اللي في الشرقية، وشفتوا ابنها كان بيضربها ازاي بالطريقة المهينة. شفتوا الفيديو ده اكيد كلكم، واللي مش شافوش يعني بصراحة ربنا يرحمنا، ده ربنا رحمه، لان قلوبنا اتقطعت قوي 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 على المنظر. بصراحة مش عايزة اقول لكم الانسان كان احساسي انا عن نفسي. انهارت بصراحة. يعني هل الانسان الام اللي حملت 9 اشهر في بطنها، وكانت بين الحياة والموت عشان تنجب طفل كبره، يتغذى منها من هو في بطنها، ويبقى راجل، وتسهر عليه الليالي وتمرضه وتكبره وتحميه وتغسله وتراعيه لحد ما يبقى راجل، وتيجي الأيام عليها تجور عليها. ربنا يعافينا، ما يكتبش علينا ولا يحوجنا لولدنا ولا لأي مخلوق، ما نحتاجش لأي حد. يجي اليوم اللي لما تكبر فيه بقى وتحتاج له، تهان وتضرب. حسبنا الله ونعم الوكيل. الست دي قطعت قلبي، وحطيت نفسي موقف الله لا يقدر ولا يكون، ويعافيني ويعافيكم. لما انا ابقى ابني احتاج له او الزمن، طب هي ذنبها ايه انها ربنا ابتلاها بمرض مثلا في كبرها؟ طب ما انت المفروض تكون السند ليها. يعني هي جابتك كده وبقيت راجل، وبقيت راجل كبير وعظيم وبقوتك هي محتاجه لك دلوقتي، فهي ضعيفه. زي ما انت كنت ضعيف كده على ايدها، ها، وكانت بتراعيك وانت ضعيف. ما تسكتكش، ضربتك وانت بتعمل اللي بيبيع على روحك وبتغير لك، ما ضربتكش. بالعكس، يمكن وهي بتغير كانت بتبوسك وتحضنك. يمكن لما كنت بتاعي تقعد تبكي الليل وتتوسل لربنا عشان يشفيك ويخليك ويبارك فيك. وانت لما احتاجت لك بتضربها، عشان ربنا افتكرها مثلا بمرض، جالها زهايمر، كبرت، خرفت، عجزت، ابتلاء من الله. فهو ده يكون جزاها، بدل ما تراعيها انت وتكون السند والظهر ليها زي ما كانت ليك كده الام الحنينه اللي كبرتك، ها، وعزتك. لا، انت بتذلها النهارده عشان هي احتاجت لك. هو ده اصلك، وده اللي ربنا وصاك بيه، اللي قال لك عليه وبالوالدين احسانا، بالوالدين احسانا، وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، ولكن صاحبهما في الدنيا معروفة. هو ده المعروف بتاعك، هو ده وبالوالدين احسانا ربنا وصاك عليه. حسبنا الله ونعم الوكيل. لو تشوفوا شكل الام وهو بيضربها بالزفته اللي في ايده، حديده اللي بيشرب بيها شيشه ولا بيعمل بيها ايه، هذا المفتري الظالم لنفسه، على رجليها، وهي يا عيني لا حول ولا قوة إلا بالله، ملهاش رجل أساسا. دي رجليها عاملة زي حاجة كده، زي رجل طفل. يعني أنت مش صعبان عليك أمك منظرها؟ بتخرج عريانة، بتخرج قطرانة، بتخرف، بتتهبل، بتعمل، خلاص ابتليت كبرت، وده ابتلاء ربنا ليك. استرها واحتويها وخدها في صدرك. لو كنت انت مكانها مش هتحتويك وتاخدك في صدرها؟ مش هتبكي الليل والنهار لربنا عشان يشفيك ويعافيك؟ لا، اضربها ولا لم رجلك، خدي ويضربها ويضربها. حسبي الله ونعم الوكيل. وهي يعني خايفة ومرعوبة وتلم رجليها منه ومرعوبة منه وخايفة. دي الأم اللي كبرت عشان ربنا ابتلاها وافتكرها. ربنا ما يحوجنا لا ولدنا ولا جوزنا ولا أهالينا ولا أي مخلوق إلا الوجه الكريم، ومزلنا كده نقف على رجلينا كده، نموت واحنا واقفين على رجلينا. الكل يبقى محتاج لنا، ما نحتاجش المخلوق. أنا مش فاهمة جاله قلبي منين هذا الجبروت. بس الحمد لله، إن الحمد لله قضاءنا، والقاضي حكم عليه بسنة سجن. أنا بصراحة سنة دي شوية عليه، على المنظر اللي أنا شفته، لكن اتعاقب غير عقاب ربنا بقى وحكم الحكم العدل فيه. ما شافش عقاب، لسه عقابه في الآخرة، إلا إذا كفر بقى واستغفر وتاب وكفر عن اللي عمله، دي حاجة تانية. إنما عقابه على اللي عمله في أمه وضربه ليها بالمنظر ده، عقابه هيكون في الآخرة شديد، غير إنه هيخلص منه في الدنيا. استحالة قبل ما يموت ده ما يحصلوش. ده عدل ربنا، ده اسمه الحكم العدل. يعني الست دي بصراحة تروح لمين يسترها ويحتويها غير ابنها؟ تروح لمين؟ تروح للناس الغريب، ده الغريب يعطف عليها أكتر.
اللي ضايقني بقى في الموضوع يا جماعه حاجه غريبه جدا، الناس المزوره عديمه الضمير اللي هم بيجاملوه، هي دي فيها مجامله؟ هتقابل ربنا بشهاده زور ونفاق. اللي يقول لك اصلا بتخرج هو لا ده كنا حنين قوي قوي قوي، ده حنين الدنيا فيه، ده بيراعيها وهي مختاراه تقعد معاه. ما هي مختاراه يعني، هي الست عندها وعي، هي مختاراه يعني. ممكن يكلمها بحنيه، لا يا امي كذا، حتى لو بتعمل يشدها بس وهو بياخدها بحنيه بعطف، عشان دي امي ده انا قلبي يتقطع عليها ان بيحصل لها كده، امي. ها، ويشهدوا في صف وزور، بدهم يقولوا لا اتقي ربنا فيها، ما تعملش في امك كده مهما عملت، ما احنا كلنا عارفين انها مريضه، هتعمل ايه؟ معلش ابتلاء ربنا. لا، يقولوا لك لا. والابتلاء الاكبر ليه بقى لو تخلوا بالكم، ده اللي انا خدت باله منه، اللي ربنا الهمهوني، مراته. خدتوا بالكم مين اللي صوره ومين اللي فتح على السوشيال؟ مراته حبيبته. شفت ربنا حط انتقامه فين؟ في مراته وزوجته، هي اللي فضحته. شفت ذنب والله هلك الظالمين بالظالمين وطلعنا منهم سالمين. فيا جماعه عليكم على الدعاء ان ربنا يعافينا وما يحوجنا ويسترنا اخر ايامنا وما نحتاج لاي مخلوق، وربنا يتولى الست دي، ملهاش غير ربنا دلوقتي. لما يكون ده ابنها ليها مين؟ ملهاش غير ربنا، وحقها يجي. صح، هو خد سنه حكم سجن يعني، ده اقل ما يكون عقاب من ربنا ليه. اما عقابه بقى وحسابه مع الله ده حاجه تانية بقى، هيكون خلاص في الدنيا وفي الاخره، لان دي اللي الرسول وصى عليها، امك ثم امك ثم امك، اللي وصى عليها، اللي ربنا قال الجنه تحت اقدام الامهات، لان الله حق وعارف يعني ايه الام، كافحت قد ايه وصبرت قد ايه، وعشان تجيبه كانت تبقى بين الحياه والموت، وتربى وقاعد ياكل يعني يتغذى من وهو في بطنها من غذاها ومن اكلها، كل ما تاكلها تتحول له. كل دوت عند الله هو اللي يعلمه واللي يقدره ربنا. اما هو عبد عاصي ظالم وظالم لنفسه، وعقابه وحسابه عند الله. انا بس حبيت اقول الكلمتين واجعني معاكم واشارككم، وهوريكم لقطات. طبعا هتشوفوا المنظر البشع، ما كنتش حابه اصوره، بس انا قلت اشارككم في كل حاجه زي ما انا موعداكم من زمان. ودعواتكم انا ادعي لكم بالعافيه، وانتوا تدعوا لنا بالعافيه، وربنا يعافينا يا رب وما يحوجنا لاي حد، ونفضل بصحتنا وعافيتنا يا رب. وكل سنه وانتم طيبين حبايب قلبي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بس يا محمد صدراء بس